قصة العمارة 60 دور. كانوا 2 جايين من الأرياف يعيشوا في القاهرة وعايزين شقة جنب الشغل بتاعهم. قعدوا يدوروا كتير على مكان يسكنوا فيه، لقوا أوضة واحدة بس في آخر العمارة 60 دور. قرروا إن هما يعيشوا فيها، والعمارة طبعا فيها أسانسير. جابوا باب حديد حطوه على الباب بتاع الخشب بتاع الأوضة اللي هي فوق السطح، بحيث إن هما يأمنوا الأوضة بتاعتهم إن هو مفيش حد يدخلها وكده. راحوا الشغل، وفي يوم من الايام جم من الشغل بالليل الساعه 2 بالليل كده، بعد ما خلصوا شغل خالص جايين يطلعوا ويشغلوا الاسانسير، بصوا تلاقوا الاسانسير عطلان والبواب نايم والعماره كلها نايمه والاسانسير مش عارفين هيشتغل امتى. قالوا هنبات طبعا في الشارع، مش هينفع. قرروا هما الاتنين واتفقوا اتفاق ان هما يطلعوا ال 60 دور على رجليهم، بدل ما يستنوا الاسانسير ويا عالم يشتغل ولا ما يشتغلش. فصاحبه قال له ازاي يعني هنطلع الى 60 دور من غير اسانسير؟ قال له هنتفق اتفاق، هنقسمها على 3 اجزاء. اول 20 دور هنقضيهم ضحك وهزار ولعب ونهيص مع بعض طول السلم ونضحك ونهزر. تاني 20 دور هنحكي قصص طويلة. اخر 20 دور هنحكي قصص حزينة تخلينا نفتكر الذكريات المؤلمة اللي في حياتنا. وبالفعل طلع اول 20 دور هزار وضحك ولعب، وبصوا كانوا مبسوطين على الاخر. تاني 20 دور اللي هيحكوا قصص الطويلة. القصص الطويلة ديت قعدوا حكوها. اخر 20 دور طلعوا قعدوا يتكلموا قصص حزينة، وطلعوا بصوا قاعدين تعبانين مرهقين، قعدوا في الارض مكانهم مش قادرين يتحركوا. صاحبه قال له انا عايزه اقول لك على حاجه هتزعلك جدا. قال له مش اكتر من الحزن اللي احنا فيه ومن العياط اللي احنا بنعيطه. قال له ايه؟ قال له انا نسيت المفتاح في الشغل، والباب طبعا من حديد. القصه دي بتدل على ان اول 20 سنه في عمرنا، متوسط عمر البني ادم 60 سنه، اول 20 سنه من عمرنا بنقضيهم هزار ولعب ومفيش اي مسؤوليه خالص بنشيلها. ليه؟ لان احنا لسه شباب بقى، مش في دماغنا ايه اللي هيحصل بكره ولا الكلام ده، وبننسى ربنا تماما وبنعيش هزار ولعب ومش في دماغنا اي حاجه. تاني 20 دور اللي هم تاني 20 سنه في عمر البني ادم، اللي هو سن الايه من 30 لل 40. بيبص تلاقي قدامك حاجات كتيره عايز تعملها، عايز تتجوز، عايز تخلف، عايز تشوف وراك حاجات كتير ومسؤوليات كتير بتشيلها غير اول 20 سنه من عمرك. جبت ولاد عايز توديهم مدرسة خاصة ولا حكومي ولا تجريبي. هتعيش ازاي في ال20 سنة دول؟ حياة صعبة وطويلة، زي بالظبط القصص الطويلة اللي هم حكوها مع بعض. اخر 20 سنة اللي هو عمر 60، بتبص تلاقي البني ادم مننا ضغطه عالي، رجله مش قادرة تمشي، عنده السكر، عنده الضغط، عنده مشاكل صحية كتير، بيبقى عايز يعيش في مستشفى اساسا، مش عايز يعيش في بيته. ده متوسط عمر البني ادم اللي هم 60 سنة اللي احنا بنقضيهم في حياتنا. بننسى ربنا في اول 20 سنة في الهزار واللعب واللي احنا بنشوفه. تاني 20 سنة من عمرنا اللي هو المسؤولية والحاجات اللي ورانا، هنتجوز ونجيب عيال ونجوز عيالنا والكلام ده كله. اخر 20 سنة بنفتكر ربنا فيهم، ان احنا خلاص رجل بره ورجل جوه زي ما بيقولوا. زي مقولة جميلة قوي بتتقال دايما وكلنا عارفينها: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني المفروض ان احنا زي ما بنعمل في دنيتنا الحلو والوحش، المفروض نعمل حسابنا للآخرة بتاعتنا اللي هو مفتاح جنتنا. ودلوقتي كل واحد فيكم يشوف هو في انه مرحلة من عمره، في اللي اول 20 سنة ولا في تاني 20 سنة ولا في اخر 20 سنة. ودايما افتكر ربنا، ودايما شوف اعمل في الدنيا الخير، عشان في الاخر خالص في الاخرة تبص تلاقيه ان انت هتدخل الجنة ومفتاح جنتك يبقى معاك. وما تنساش المفتاح، اهم حاجة فين المفتاح.